أكتر أكلة بنحبها مكبوس البحريني، زي ما أمي تعلمته من أيام ما كنا بالبحرين. يمكن أطيب أكلة فيها رز رح تجربوها، وأكيد في شوية اختلافات فمشوها. المكونات بسيطة، الفكرة بطريقة التحضير. أول إشي بننقع حبات اللومي بالمي وبطنجرة. أول شي بنقلب البصل الشرحات أو المفروم ليتكرمل ويتغير لونه بهذا الشكل. بعدين بنضيف الزيت والسمنة، الفلفل الحار، التومة، الزنجبيل، البهارات الصحيحة كلها المذكورة في الكابشن. حبات اللومي بعد ما نقعناهم شوي صغيرة، وكل البهارات المذكورة برضو في الكابشن، وأهمها البزار أو البهارات البحرينية. بنضيف شوي من الكزبرة المفرومة والبندورة المقطعة، ملح وفلفل أسود، وبنتركه شوي مغطى لحتى يتسبك على نار هادية. والرز الفاخر رز مندي، بستنى أصور لكم هاي الوصفة مع أفخم رز عشان تطلع معكم مزبوطة 100%. رز البسمتي الحبة الطويلة بنغسله وبننقعه يا دوب 10 دقائق. هيك تسبكت عنا الخلطة، بنضيف لها اللحمة المسلوقة المستوية لحتى تاخد من النكهات. هلأ في إضافة إحنا بنضيفها اللي هي الحمص الحب، فيكم تستغنوا عنها لأنها هي مش موجودة بالوصفة الأصلية بس طعمتها طيبة. بنضيف مرقة اللحمة وبنتركهم يغلوا مع بعض شوي، وأهم خطوة نفعص حبات اللومي. بنضيف الرز ونتأكد من كل النكهات إنها مزبوطة. بنضيف الزيت والسمنة وبنغطيها، بس يغلي بنوطي زي كأنه بدنا نطفيه، وبنتركه على نار هادية لحتى يفتح عنا الرز بهذا الشكل. شوفوا لي هالرز، يا الله لو بتقدروا تشموا الريحة. وكإضافة كتير طيبة بتقدروا كمان تقلوا الزبيب والبصل المحمر ورشة كزبرة وصحتين وألف هنا.